الآن أستاذ عبد الباري سننتقل إلى موضوع جدا مهم وهو المملكة العربية السعودية. نعم. يعني في ظل أيضا هناك يعني نوع من التعتيم الإعلامي أيضا من إعلام عربي وإعلام حتى أمريكي حول مطالبات من مثقفين ونخبة سعودية لضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في المملكة العربية السعودية، احتمالات يعني نشوب ثورة شعبية في السعودية، هل هذا ممكن؟ شوف يا سيدي، بس قبل انت بتحب القصص، يعني صحفيه بريطانيه، قصص لكي يعني نرفع على الشعب نكد السياسه. نعم. يعني خلينا نسال الناس شوي. يعني صحفيه بريطانيه سالت مسؤول كبير في السفاره السعوديه في لندن هذا السؤال: هل ستحدث مظاهرات في السعوديه؟ قال لها نعم ستحدث مظاهرات في السعوديه. قال طب الا يقلقكم هذا؟ قال لا لن يقلقنا. قالت له ليش؟ قال لانه لن يغطيها احد، لن يغطيها احد. الجزيره في جيبتنا، والسي ان ان في جيبتنا، والبي بي سي في جيبتنا، لن يغطيها احد. يعني بمعنى انه زي ما صار الاعلام لعب دور في مساعده الثوار في ليبيا وفي الجزائر وفي مصر وفي تونس، قليل على استحياء في اليمن ولا شيء في البحرين، قال مثلما حصل ذلك لن يحصل عندنا. يعني عمليا انهم هم مرتبين. هذا بالحرف ما حكاه هذا المسؤول السعودي، ويعني اعتذر عن تسميته واعتذر عن تسميه الصحفيه لان بديش اخرب بيتها، لانه راحت كانت بدها فيزا للسعوديه على اي حال. فعمليا السعوديون مطمئنون بانه لن يحدث شيء، لانه اللي بيحرك هاي الشارع هو الجزيره عمليا. يعني الجزيره ما يعني متفقين مع بعض، يعني الان يعني الجزيره لا تتطرق لما يجري في السعوديه، وهذا معروف. وحتى الان كمان على لا تتطرق لما يحدث في البحرين، لانه اللقاء المشترك السعودي القطري اكد على دعم النظام الحاكم في البحرين وامنه واستقراره وسلامته. فنلاحظ انه ما حدش بيحكي عن البحرين. طيب. فعمليا بس ايش بده يصير؟ هم المسؤولون في السعوديه يخطئون كثيرا، لانه المساله مش مساله جزيره. في التويتر وفي الفيسبوك وفي مواقع الانترنت وفي شباب سعودي وهم على اتصال معي، بيبعثوا لي ايميلات وبيبعثوا لي فاكسات وبيتصلوا فيه بالتليفون ومن قلب الرياض ومن بيقولوا احنا يعني لن نقبل بهذا الوضع على الاطلاق. الوضع في السعوديه محتقن جدا، والحكومه السعوديه لا تفهم، الاسره الحاكمه في السعوديه يعني لم تفهم رساله الشعب السعودي، بمعنى انه العاهل السعودي. لكن عفوا استاذ عبد الباري، يعني المملكه العربيه السعوديه هي ليست رافضه للاصلاح، يعني في اطراف حتى داخل الحكومه السعوديه تطالب بالاصلاح وتطالب باشياء كثيره، وهي الاصلاح الاقتصادي الذي تقوم به. يا اخي 100 مليار اعطاهم من اجل مكافحه البطاله واشياء كثيره. بتشاطر زي ما بدك، بس انا حجاوبك معلش. يعني شوف، اي اصلاح لما بيجي، طيب الملك عبد الله لما رجع من مرضه الله يشفيه، ايش عمل انه زاد الرواتب بنسبه 15%، ورصد 37 مليار دولار ما اعرفش على مدى 5 سنين او كذا لدعم الاسكان وقروض الزواج وما شابه ذلك. يا اخي مش فاهمين الرساله. الشعب السعودي ما بده رشوه، الشعب السعودي بده كرامه، بده اصلاح. بعدين هذه فلوسه، هذه فلوس الشعب السعودي، مش فلوس الملك عبد الله ولا فلوس الاسره الحاكمه، هذا للشعب السعودي كله. هم يقول لك مكرمه ملكيه، لا مش مكرمه ملكيه، هذه يا اخي حق، هذا حق الشعب السعودي فيه، وحق الشعب المصري وحق الشعب التونسي وحق الشعب الكويتي. لا يتكرموا على الناس لما يعطوهم مكرمه ويزيدوا الرواتب. هذا حق الناس، هذا نفطهم، هذه ثروتهم، يجب ان توزع عليهم بالعدل. هذا السؤال. بدهم اصلاح سياسي. مش معقول يا اخي، معقول السعوديه الملك 87 سنه ومريض، طيب والولي العهد اللي هو 86 85 سنه ومريض، والنائب الثالث اللي هو الامير نايف 83 سنه ومريض. طب وبعدين طب هل معقوله بدوله في هذا الحجم وهذا الدور وهذه الثروه يعني بيحكمها مرضى؟ لكن عفوا يا استاذ عبد الباري، بعدين لحظه استنى شوي يا اخي، بعدين تشوف الحكومه كلها امراء. معقول هذا الكلام؟ طيب شوف السفارات كلها امراء، شوف رجال الاعمال كلهم امراء. طب يعني كمان يعني طب وين الشعب؟ طول عمرها المملكه العربيه السعوديه وين الشعب يا اخي؟ طب ما هو شعب، في شعب لازم تصير، لا تصير ملكيه دستوريه، يصير فيه طبعا. يعني في بريطانيا في ملكيه دستوريه، في هولندا في ملكيه دستوريه، في السويد في ليش تطورت هذه الدول؟ تطورت لانه فيها ملكيات دستوريه. في الشعب بيشارك في الحكم، بس عندك مجلس شورى بيختاروا الحكومه او الملك او الاسره الحاكمه. طب وبعدين ولا عنده اي صلاحيات. لكن البعض يقولون سعد عبد الباري، الصحافه مكمله. لو تسمح لي يعني يقولون بأن المملكة العربية الملك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز هو شخصية حتى إصلاحية قابل للإصلاح، يعني يستجيب. وحتى بعض ممن استضفناهم هنا من الذين وقعوا على هذه قالوا هذا كلام، لكن هناك فئة حوله
تحالفت يعني بالتيار المحافظ والتيار الديني تمنع هذا الإصلاح. هل هذا طيب لماذا نحن نحمله أكثر مما يحتمل يعني؟ طيب يا أخي يعني لازم يصير دمج في السعودية حتى يفهموا إنه هذه الفئة هي اللي مانعة الإصلاح. طيب يا أخي ما هو المسؤول، هو رأس الدولة، هو رئيس الوزراء وهو الملك، فاهم علي؟ يعني هو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس السلطة التشريعية وهو اللي صاحب القرار الأساسي. فيعني لازم يطبق هالإصلاح، لازم يشيل هذول الناس. الشعب حيقف معاه لو ملك إصلاحي وبده يأخذ إجراءات، الشعب حيقف معاه في هذه الحالة. يعني بمعنى يعني يا أخي اتعظ العاهل السعودي من بن علي، قال خدعوني ضللوني. طب مين اللي ضللك؟ اللي ضللك اللي هم اللي حواليك، اللي هو أسرة زوجتك واللي بعض المنتفعين والوعاظ السلاطين والبطانة الفاسدة. طب يعني انت تضللوا كانش ذنبي كشعب. انا اعاني من الظلم واعاني من الفقر واعاني من البطالة واعاني من انعدام الكرامة واعاني من قمع البوليس واعاني من ضياع الحريات وانتهاك حقوق الانسان. لكن الملك عبد الله يتحمل المسؤولية طبعا. فمن عليك، لكن انه مطالب الشعب السعودي والذي بعض ممن يريد التغيير سواء كان المنطقة الشرقية او مناطق اخرى او مثقفين وغيرهم، هم لا يطالبون بتغيير النظام، هم يطالبون الشعب يريد اصلاح النظام بين قوسين. لكن اصلاح النظام كيف بتطالبوا؟ اصلاح النظام كلهم الان ليس بيطاح به، لان دائما يقولون نصلح النظام بعدين نطيح النظام. لا اصلاح ايش يعني اصلاح تصير ملكيه دستوريه، الملك يكون لا يحكم زي ملكه بريطانيا، زي ملكه هولندا، زي ملكه السويد، زي ملك مش عارف مين. يعني بمعنى ان تكون هناك ملكيه دستوريه، انه في مجلس نواب منتخب، برلمان منتخب، هذا البرلمان تكون الحكومه مسؤوله امامه، يحاسب الوزراء، يحاسب رئيس الوزراء، يرى انه هل طبقت السياسات او ما طبقت. لكن المملكة العربية السعودية ليست وضعها يعني مختلف، كونها تتمتع أيضا بثقل أولا إقليمي، ثانيا بمكانة، يعني هي بلاد الحرمين فيها وأشياء. طبعا حرمين على راسي، بلاد الحرمين على راسي، هذه من يعني وضع خاص موجودة يا سيدي، موجودة قبل آل سعود من 1000 و2000 سنة حتى. يعني عمليا بس المسألة الأساسية إنه في جوع في المملكة العربية السعودية. الملك عبد الله نفسه تحدث عن هذا الجوع، راح زار اللي هي العشوائيات في الرياض ورفع ثوبه لأنه كان المجاري في الشوارع، ودخل بيوته ولم يصدق إنه في فقر في السعودية، في الرياض في عاصمة المملكة العربية السعودية. نسبة البطالة في السعودية 22% الآن، وفي أوساط الشباب 40%. وهذه النسبة النساء مش محسوبين فيها لأن المرأة لا تعمل في كل مجالات العمل. فعمليا في الوضع سيء جدا. والسعودية 9 ملايين برميل يوميا بتصدر يا أستاذ موسى. كيف يكون في فقراء وليش يكون في بطالة؟ مين المسؤول عن هذا في البلد؟ فعمليا لازم نكون صريحين احنا، مش اصلاح والله انه والله بدي ازيد الرواتب 15%. هذه الصورة عفوا سعد بالي. انا بحكي ارقام، انا لا اتبلى على احد، انا بخشش في قضايا شخصية ولا بخش في قضايا فساد، انا ولا بسمي. انا بقول انه هاي ارقام موجودة وموجودة عند السعوديين مش عند. لكن الان يقول لك المواطن السعودي، يقول لك يا استاذ عبد الباري عطوان، انت ما انفكيت وما فتيت ايضا تنتقد المملكة العربية السعودية، وهذا معروف عنك، يعني ربما انت من اشجع الصحفيين فيما يتعلق بهذه النقطة. طب انا انتقد سوريا وممنوع جريدتي في سوريا بلدك كويس، ومحجوب موقع في سوريا، وكان في تونس كان محجوب موقع في تونس، وفي مصر ممنوعين في مصر. يعني انا بس السعودية ما يعني لو لكن الان يقول لك هؤلاء الناس، يقول لك هؤلاء الالاف مئات الالاف من المملكة العربية السعودية وغيرهم كلهم يهتفون ويريدون يقول لك نحن راضين بالملك عبد الله بن عبد العزيز، وراضين نحن بالوضع الذي هم فيه. هكذا نقرا في اعلامهم. يعني هل مثل الشعب السعودي؟ مش عارف. طب ما كان يقولوا انه العقيد يطلعوا بالالاف يهتفوا بالقايد القايد. تفضل وين راح القايد؟ حسني مبارك كان كمان يا مبارك وكذا ويهتفوا له ويطلع بياخذ 99%، وين راح مبارك؟ وريني اياه. بن علي كان يعتقد انه هو المحبوب وهو اللي حقق التنميه الاقتصاديه في تونس، وين صفى بن علي؟ وكمان والدور جاي الدور. طيب. جاي واشنطن حناجي هنا وحاحكي على البلاد اللي بدكش يعني احكي عنها. لا انت لا اسمح لي، انت تتكلم عمن شئت، ما في خط احمر لاي احد، كل واحد معرض. لا انا صحفي انقل كل وجه النظام السعودي والنظام السعودي كله نتكلم عنه بمقياس مهني وصحفي. اسمعني زي ما بقول اخواننا الليبيين مقعدين هنا قاعدين. طيب ماشي، مش حنروح ونجي لك حنناقش ثورات في اماكن اخرى. على عيني والله. والله العظيم هذه الثورة لن تتوقف حتى كل رموز الفساد والدكتاتورية ثورة. كما ناقشنا ثورة تونس وثورة مصر وثورة الليبية، سنناقش كل الثورات إن صارت هناك ثورات. واشنطن ألا تعتقد أنها أمام إحراج مركب؟
يعني تقول لك والله نحن ندعم الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط والتغيير، وبنفس الوقت يقول لك نحن ملزمون أيضا بتقديم الدعم لحلفائنا، والمقصود فيها دول الخليج وأشياء كثيرة. كيف نفهم هذا الموقف وهذا يعني الشيء المركب في يعني في لم يكن هناك حليف لواشنطن أقوى من حسني مبارك. يعني حسني مبارك 30 سنة حول المنطقة كلها وليس مصر إلى بحيرة للنفوذ والعمالة الأمريكية. وين صفح؟ ما اخذتش غل واحده 3 أسابيع راح فيها حسني مبارك، لسه يعني زي اللحم الضان الصغير هيك، الخروف الصغير ابدا يعني، وانتهى حسني مبارك. دول الخليج اذا لم تصلح نفسها وتصلح نفسها بسرعه وتوسع دائره المشاركه في السلطه وتجيب قضاء عادل وتطلق الحريات وتحترم حقوق الانسان، مش بس حقوق الانسان المواطن الخليجي، حتى المواطن العربي يجب ان تحترم حقوقه، حتى المواطن الهندي يجب ان تحترم حقوقه. يعني عمليا انه زمان كانوا يعني يعملوا زي ما بدهم اياه، يجي يمسكوك من هيك ويوروك انت كاجنبي او كعربي بدون اي حقوق. انتهى هذا الزمن. طيب. بدهم يعرفوا انه في تغيير، في سونامي في المنطقه، اصلاح سياسي، خبز مع الكرامه وليس خبز مع الاذلال والمكرمه الملكيه والمكرمه الاميريه والمكرمه الرئاسيه. هذا الزمن انتهى. هذه ونقطه على الصدر واختم برنامجك. شكرا. سنختمه على سمع وطاعه. شكرا جزيلا لكم استاذ عبد الباري عطوان، رئيس تحرير جريده القدس العربي.